شهر واحد مختلف عن اي شهر. انا كل سنة بتغير عن السنة اللي قبليها بسبب الشهر ده بس. شهر لو فاتك اعرف انك ضيعت اهم فرصة في حياتك. رمضان شهر مميز، كل حاجة فيه بتكون مترتبة طبيعي، صلواتك، فطارك، سحورك، كل ده بيخلي يومك منظم بشكل تلقائي. والفكرة مش في انك تلتزم بالنظام ده بس، الفكرة انك تستغل التنظيم الموجود وتضيف عليه شويه حاجات تخليه يغير حياتك كلها. بس قبل اي حاجه عايزك تجيب ورقه وقلم دلوقتي، هنعمل حاجه بسيطه جدا وهنستفيد بيها في اخر الفيديو، واللي متابعني عارف هنعمل ايه دلوقتي. اكيد لو انت مش متابعني دلوقتي، في اخر الفيديو لو لقيت نفسك استفدت اعمل لي سبسكرايب، خلينا نوصل ل 50,000 قبل شهر رمضان. عارف ان الموضوع صعب شويه، لكن هو خلاص مبقاش غير 10 ايام وكل سنه وانتم طيبين. ليه انا طلبت منك ورقه وقلم؟ انا عايزك تكتب الاهداف اللي نفسك من بعد رمضان تكون حققتها، زي انك تخس او تزيد في الوزن، تكون ختمت القرآن، اتعلمت مهارة جديدة زي الفيديو ايديتنج والجرافيك ديزاين والكودينج. اكتب اللي نفسك تطلع بيه الشهر ده واركن الورقة دي على جنب، وتعالى احكي لك ازاي قدرت اغير حياتي كلها في شهر واحد. اكيد مش انا اللي بحس بكده، بس كل مره لما بنخش رمضان بحس كده ان انا نفسيتي مش احسن حاجه، حياتي متلخبطه تماما زي دلوقتي حرفيا. تحس كده انت بتخش تعمل اعاده ضبط مصنع في الشهر ده، بحس كده ان النفسيه ارتاحت. بس الموضوع ده ما بيفضلش مستمر لحد ما يعدي مثلا اول اسبوع من رمضان، لكن من بعد اول اسبوع كل حاجه بتتغير. فاكتر حاجه دايما كانت بايظه عندي وهي تنظيمي للوقت، وكنت دايما تايه في وسط الانظمه الكتيره اللي موجوده على السوشيال ميديا، سواء بقى التو دو ليست، سواء التايم بلوكينج، وكل الطرق اللي بتحاول تنظم بيها يومك. لكن ابتديت ريلايز او اكتشفت حاجه غريبه، ان رمضان اليوم اصلا منظم، اكلك ليه ميعاد وسحورك ليه ميعاد، صلواتك مواعيدها ثابته. فاكتشفت ان انا اقدر انظم يومي على اساس النظام اللي جاي لي في رمضان. انت بقى الصياعه كلها في انك تدخل المهام اللي انت عايز تعملها في وسط التنظيمه دي. بمعنى، وخليني اشرح لك دلوقتي، الصلوات بتقسم يومك بشكل طبيعي، وانت اللي عليك انك تجمع كل التاسكات اللي انت المفروض تعملها، سواء من اكل، سواء من نوم، سواء من مذاكره، سواء من حاجه المفروض تعملها، سواء من شغل. جمعهم كلهم على شكل بلوكات وقسمهم على مدار الفترات اللي بين الصلاه والصلاه. بمعنى بسيط، انت وراك انك تذاكر ماده كذا، هتذاكرها من الظهر للعصر، وممكن تحط جنبها مثلا حاجه معينه تعملها. ومن العصر للمغرب هتذاكر ماده كذا او تخلص اللي وراك زائد ورد من القران. ومن المغرب للعشاء كده كده انت مش هتعرف تعمل حاجه، لان انت تكون واكل وهتحس بتخمه، فخلي الوقت ده خصصه للاهل وخصصه لان انت تريح فيه. ومن العشاء للفجر انا كنت بعمل حاجه بسيطه، كنت بذاكر ساعتين وبعد كده بخش انام، واصحى قبل الفجر بساعه اتسحر، وافضل قاعد شغال من الفجر لحد صلاه الظهر، بخلص يوم معظم تاسكاتي. يومي بقى منظم بشكل غير طبيعي، وبدل ما كنت بنتج من 20 ل 30% بقيت بنتج من 80 ل 90%، من غير بحس باي ضغط او لخبطه فيهم. ودايما كده نصيحه ليك، اعتبر ان الصلوات هي محطه الراحه بين اي مهمه والتانيه. اعتبر ان الصلاه انك بتروح تفضفض مع ربنا، بتروح تحكي له الهموم اللي انت واجهتها في التاسكات دهيت. جرب وهتفهم انا بتكلم في ايه، وهتفهم كميه البركه اللي هتاخدها من وسط الصلاه وانت بتروح تشتكي لربنا وبتحكي له عن الصعوبات اللي بتلاقيها في المهام بتاعتك. دايما في رمضان كنت بخش والواحد نيته ان هو عايز يختم القرآن كله، بس بكتشف في اخر الشهر اللي انا ما انجزتش ولا ختمت حتى نص القرآن، وبرجع الاقي نفسي ان انا استهلكت السوشيال ميديا اكتر من استهلاكي للقرآن. بس انا لقيت حل بسيط جدا بسببه، مش ختمت القرآن مرة واحدة، ختمته اكتر من كذا مرة. زي ما في برامج السوشيال ميديا على تليفوني، رحت حملت برنامج القرآن على تليفوني بحيث ان هو يكون معايا في اي مكان. دايما كنت بختار مسجد بعيد عني عشان انا رايح اقرا صفحه وانا مروح اقرا صفحه. بالشكل ده انت تكون خلصت في اليوم الواحد نص جزء من القران. طيب والحزب التاني او النص التاني من الجزء، كنت ببدل قعدتي للسوشيال ميديا باللي انا اقرا قران في وسط مواصلاتي. بالشكل ده كنت بختم القران بدل المره مرتين وثلاثه كمان. رمضان شهر مش بس للعبادة، رمضان شهر لازم تغير فيه جسمك كمان، لأنه لبدنك عليك حق. اكتشفت ان رمضان هو اكتر شهر لو استغليته صح تقدر تخس برقم كبير جدا او تزيد رقم كبير جدا. وفعلا السنة اللي فاتت من بعد رمضان زدت وزن جامد جدا وكثافة عضلية ما كنتش وصلت لها قبل كده. الموضوع كله في ان يتعمل لك نظام مخصص لرمضان تعرف تمشي عليه، سواء كنت بتضخم او بتنشف. فلو مش عايز تحرم نفسك في رمضان وعايز توصل لنتيجة قوية جدا، سواء كنت عايز تخس او تنشف، فانا عامل لك خصم 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم. خصم 60% على كل الباقات لو انت بعت لي رمضان 60 على التليجرام، اللينك موجود في الديسكريبشن. وانا مستنيك عشان نستغل رمضان ده اقوى استغلال لجسمك ولحياتك كلها. اخر نقطة، ودي اللي كان ليها اثر كبير في حياتي ويمكن بسببها ربنا بارك لي في ان حياتي تتغير كلها وجسمي وكل الكلام ده. دايما كنت بشوف المساجد في رمضان مليانة، لكن للاسف من بعد رمضان الموضوع بيبقى مؤذي للعين بصراحة. حتى انا شخصيا من بعد رمضان كنت بحس بالكسل ان انا انزل اصلي في المسجد.
الطيب والحل انك تلتزم بكل الصلوات في رمضان في المسجد. الموضوع ده هيخليك تلتزم على الصلاه طول حياتك، وزي ما قلت لك في اول الفيديو اعتبر ان الصلاه هي محطه للراحه، محطه راحه لجسمك، محطه راحه لتفكيرك. في الاخر حابب اقول لك ان رمضان شهر لو ما استغلتوش صح او لو ما استغلتوش من الاساس فانت راح عليك فرصه كبيره جدا لان حياتك كلها تتغير، لان جسمك يتغير، لان شخصيتك تتغير، لان علاقتك مع ربنا تتغير، ومش هتكتشف انك ضيعت الفرصه دي غير بعد رمضان. فعشان فعلا نساعد بعض على الموضوع ده انا قررت ان انا اعمل تحدي مش بس ليكم، ليا انا كمان. قررت ان انا هنفذ كل الكلام اللي انا لسه شارحه دلوقتي معاكم مش لوحدي انا بس. فرمضان السنه دي مش هتكون لوحدكم، رمضان السنه دي هنكون كلنا مع بعض. ليستر كالت هتتجمع كلها في مكان واحد، وده اللي كنت بجهز له الفتره الاخيره، وان انا جهزت ابلكيشن يجمعنا كلنا هو ليستر كالت. الابلكيشن هيتعمل له لانش ان شاء الله في بدايه رمضان. هيكون في تحدي لمده 30 يوم اللي هو لمده شهر رمضان كله، وهيبقى في جوائز كبيره جدا اللي هتتوزع لاول 3 في التحدي ده. كل عليك انك تشارك في التحدي وتبعت لي رمضان 60 نبدا نغير سوا من جسمنا، ونغير سوا من حياتنا كلها وتفكيرنا وعلاقتنا مع ربنا. ومن حيث الجسم فانا قررت ان انا هنشف في شهر رمضان، واللي انا هشارككم الرحله دي ان شاء الله سلسله رمضانيه. عرفوني في الكومنتس كام واحد هيشارك معايا، وقول لي ايه اكتر حاجه استفدت منها فعلا في الفيديو ده. بس كده، يا رب تكونوا استفدتم. سنه سعيده عليكم ورمضان احلى وليستر كالت مع بعض. بس كده، سلام عليكم.